لا حديث للصحافة الألمانية ولا العالمية إلا على اسماعيل الصباري. هذه هي اللقطة ديال الصباري اللي خلات الجماهير ديال ملعب اليانز ارينا كاملها توقف وتصفق ليه. الدولي المغربي اسماعيل الصباري حديث العالم وحديث الصحافة الألمانية وأيضا العربية والمغربية بإنقاذ جمال موسيالا على أقل تقدير. شوفوا يا اخوان، فجعة لهفة اللاعب المغربي صيباري يا اخوان على زميله موسيالا، واحدة من اكثر اللقطات تداولا. موسيالا فقد الوعي خلال مباراة بايرن اليوم، سرعة بديهة من صيباري حاليا ترند في المانيا صح بسبب هذه اللقطة الإنسانية تبارك الله كيفاش وقف. في اللقطة اللي قدامك دي جمال موسيالا بعد ما سجل بدقيقتين حس بدوخة وجسمه ما كانش متزن وكان لا قدر الله ممكن يقع على، لكن اسماعيل الصيباري شافه في الوقت المناسب. لقطة صراحة ذكية جدا لاعبنا المغربي اسماعيل الصيباري اللي لعب اليوم أول مباراة له مع نادي. في هذه اللقطة بالتحديد اللقطة التاريخية اللي بينت فيها الصديق الحقيقي، الصديق الوفي، وفي هذه اللقطة أيضا بينت قيمة أول ظهور لإسماعيل الصباري مع بايرن ميونخ ما شاء الله. ويسألونني لماذا أحب أسود الأطلس. إسماعيل صيباري والذي فعله مع زميله في بايرن ميونخ جمال موسيالا يؤكد أن هذا الشعب وهذه البلاد هي مملكة الخير ودائما تقف إلى جانب. يا اخوان قبل كده مع اياكس زميله عبد الحق نوري اغمى عليه في مباراة، فجعته اليوم كان بسبب انه خاف. امبارح في مباراة البايرن ولايبزيج مباراة ودية، صيباري لاحظ ان كمال موسيالا بدأ توازنه يختل وحس ان هو هيبدأ يغمى عليه ويفقد الوعي، جري عليه تماما زي ما انتم شايفين في الصورة. بينت وفاء المغربي، بينت صداقة المغربي، بينت صفاوة قلب اي مغربي على وجه الارض. اسماعيل صيباري يا اخوان ينقل صورة واضحة جدا. الماتش ديال البايرن اللي عطى فيه اسيس نفس اللاعب ضد لايبزيغ، واعر هو ان خاف عندك يمشي يغمى عليه ولا شي حاجه لان كانت الحراره مرتفعه وحتى الرطوبه كانت صعيبه بزاف. والصيباري راك شو معايا اخويا، راك كبر في عينين الالمان وخاصه جمال موسيالا لانه كان مميز حتى على المستوى الانساني والاخلاقي. ليش؟ لانه ما اكتفى بانه صنع هدف جميل جدا لجمال موسيالا، يعني راوغ فيه تقريبا لاعب او اثنين بشكل جيد جدا، وبعدين مرة الكرة رائعة لجمال اللي سددها في المرمى معلنا عن الهدف الثالث لبايرن امام لايبزيغ في المباراة الودية. ولكن ساعد موسيالا نفسه ايضا، كان هو اول من جرى نحو موسيالا، مع انه هي اول مباراة بيلعبوها سوا، ولكن كان هو اول من جرى باتجاه موسيالا لما شعر انه موسيالا على وشك انه يفقد الوعي بسبب الحرارة العالية اللي كانت موجودة بملعب المباراة. اليوم في مباراة البايرن مع لايبزيغ جمال موسيالا جته ضربة شمس زي ما انتم شايفين، واللاعب يا اخوان فقد توازنه وكان بيطيح. شوفوا ردة فعل اسماعيل، جمال كان بيطيح يا اخوان وبيتأثر لأنه فقد وعيه زي ما انتم شايفين. اسماعيل لحق عليه قبل ما يطيح، وده بسبب الحرارة طبعا في المباراة، ويعني عشان كده لكن الحمد لله يعني مفيش إصابة خطيرة لجمال موسيالا، وأظن إن هو المباراة اللي جاية هيكون جاهز عادي جدا مع بايرن ميونخ. خد بالك من زمان إسماعيل الصباري عنده لقطات إنسانية، حتى الرقم اللي مختاره 34 سواء مع بايرن أو حتى مع PSV ايندهوفن كان مختاره عشان ده رقم طبعا عبد الحق نوري اللي دخل في غيبوبة من فترة طويلة طبعا، وبسبب كده يعني هو صديق طبعا لإسماعيل الصباري، عشان كده دايما بيحب يفتكره إن هو يخلد رقمه وبيلبسه دايما. على طول مسكه ولحقه وبدأ قبل ما يقع على الارض. كان صيباري واصل عند جمال موسيالا وموقفه ومحاول ان هو يفوقه اكتر من مره لحد ما فعلا فاق. فضل معاه لحد ما فوقه ولحد ما اتاكد ان هو بقى تمام، وفعلا جمال موسيالا بقى تمام وبقى كويس والحاله كانت كويسه وطبيعيه جدا اكن مفيش. يا اخوان ان موسيالا جاته ضربه شمس وهو يلعب وكان على وشك السقوط، ولما اسماعيل صيباري راى صديقه موسيالا سيسقط قرر انه يركض حتى يمسك. هذا غير المستوى الممتاز اصلا اللي طلع بيه، امس نزل وقدم الاضافه وحرك لعب وعدى اول وثاني، وفي اللعبه هذه صنع جول لموسيالا وموسيالا فنش. صيباري حيكون عنده شان كبير في بايرن ان شاء الله. نوري كان من اقرب اصدقاء صيباري، واليوم صيباري دائما يكرمه ويرفع الحواجب اهداء له. يوم انضم صيباري لبايرن ميونخ اختار خصيصا الرقم 34 لانه كان اخر رقم ارتداه صديقه نوري قبل الحادثه. لكن في الظهور الاول لصيباري مع بايرن عادت واحده من اكبر صدمات حياته يوم تاثر موسيالا بسبب درجه الحراره اللي بلغت 33 درجه وسقط على الارض فجاه. شوفوا بس ملامح صيباري وسرعه ركضه لامساك. الان هذه اللقطه حديث العالم، اسماعيل الصباري بتدخله انساني. نحن ما فينا نقول الا شكرا لابن المغرب اسماعيل الصباري اللي انقذ جمال موسيالا من الارتجاج بالدماغ. اللي بالمناسبه التقارير الطبيه اكدت ان اللي حصل له ده بسبب مشاكل في الدوره الدمويه وبسبب درجه الحراره اللي كانت 33 سنه. كيف ما كتشوفوا في الفيديو موسيالا شداته الدوخه وكان غيطيح على ارضيه الملعب، ولكن الصيباري مشى كيجري لعنده وعاونو. الصيباري قال باللي تفكر الاخ ديالو النوري اللي دارو الصيباري اللي شاف الصديق ديالو يسخف مشى كيجري لعنده وعطاو نقول الالمان
ألس ماروكانا زينزو سيكواس. مسك موسيالا قبل أن يسقط على الأرض. آخ يا إسماعيل السيباري، المغاربة يا إخوان دائما شجعان ويأتون دائما في المواقف الحاسمة. هذه اللقطات ممكن الأغلب ما يتكلم عنها، ممكن الأغلب يشوفها اللقطة عادية، لكن أنا أشوفها اللقطة عظيمة جدا. وهذه لقطة المباراة، السرعة البديهية اللي عنده يا إخوان وكيف تدارك الموقف صراحة تحسب له. خصوصا يا إخواننا إسماعيل كان قريب من اللاعب عبد الحق نوري، ربنا يشفيه. وهذا اللاعب تعامل مع موسيالا بأفضل شكل ممكن، وكأن قدم لنا الإضافة إن شاء الله الموسم هو، وأنا مسميها صفقة كومباني لأن هي فعليا صفقة كومباني، هو اللي طلب اللاعب. وهلبة في البداية جمهور ما عجبتاش صفقة صيباري ومني صيباري ومش عارف شني، واليوم واحدة بدو يقيموا فيها به من فترة كأس العالم لمباراة أمس. وأول من الزعل أنا أول ما طاح موسيالا قلت تقربعت لعاد فيها من الارتجاج في الدماغ، لأن تصور الله يستر ناقصك الهواء الرأس في الدماغ ويطيح بديك الطريقة اللي كان غيطيح بها، كان غادي تكون كارثة. ولكن الحمد لله الصيباري كان في المكان المناسب. كيف لا أجمل بداية، ماشي أجمل بداية وإنما كسب بها الحب والتقدير من جميع المشجعين ديال بايرن ميونخ وديال ألمانيا وديال. فبداية أعتقد أنها بتعبر بأفضل طريقة ممكنة عن هوية اللاعب المغربي كرويا وأخلاقيا. فإسماعيل أنا واحد من الناس اللي رح تتابع الموسم هذا بشكل كبير، ورح أكون وراه وشايف شو عم بيقدم وشو عم بيأدي، ورح دائما أبحث وراه، لأني أنا مثل ما حكيت لكم المرة الماضية أنا متأكد إنه هذا الرجل رح يعمل شغل كبير إن شاء الله بميونخ ورح يترك. ولكن الحمد لله اللاعب سوف يغيب لمدة يومين، بعدها سوف يرجع إلى تدريبات بايرن ميونخ. بايرن ميونخ كسب ثنائي إسماعيل السيباري وجمال موسيالا. فجأة أصبح معشوق اللاعبين، خاصة ناتاليان براون اللي ماركا أول هدف ديالو مع الباير وساق معاه الصورة تذكارية. السيباري أنا ماشي مرة ولا جوج كيدير هذا المشهد الإنساني، علاقته معايا النوري اللي احتفظ بنفس الرقم ديالو 34، الله يشافيه من المنبر. تحية للسيباري. يبين قد ايه سيباري بجد هو عظيم كإنسان قبل ما يبقى كلاعب كرة قدم. يعني انت لسه جديد في الفرقة وما تعرفش اصلا جمال موسيالا ومش الصحاب، ولكن هو الانسانيه اللي في البني ادم هي دي بقى اللي بتنور في دماغ الواحد. ان هو لقى واحد حياته في خطر، لقى واحد حاسس انه مش كويس، جري عليه على طول وبدون ما يفكر وساب الماتش وساب كل حاجه وكل تفكيره وكل اللي شغل باله ان هو ينقذ حياه الشخص ده. فللمره الثانيه تحيه كبيره رغم التاثر الكبير بالواقع، فتحيه كبيره للسيباري، لاعب كيبان في التيران ولكن اليوم بان. لأن إصابة ثانية لموسيالا قصة بعدين، لكن باهي طلعت مش إصابة، قال لك ضربة شمس بحكم درجات الحرارة عالية ومش عارف دي كانت بتمشي تلعب في الخليج ما شو بدير يا جمال بتعتزل. بيحكوا تطلعوا على وجه السيباري وهو بيركض على جمال موسيالا وكأنه استحضر موقف اللاعب عبد الحق نوري. صراحة كانت لقطة مؤثرة جدا لجمال موسيالا وسقوطه، لقطة الإغماء وشكل الإغماء وكأنه كان الموضوع صعب، بس ولكن أعلن بايرن ميونخ إنه الأمور سليمة وإنه هو بس إنه داخ من حرارة الجو. وأظن دي واحدة من اللقطات اللي هتخلي يعني جمهور بايرن يتعلق أكتر بإسماعيل السيباري، لأن لقطة شفت الماتش كاملين راه كان بحال راه اليوم ماركيتو كي كتماركي انت هو المان اوف ذا ماتش ما ماركيتيش راه انت خاري.